السلام عليكم. النهارده أنا هاكلمك في موضوع مهم جدًا، والموضوع ده حساس شوية، هو موضوع عن الديون. الديون يا صديقي كارثة وفخ ودوامة، أتمنى إنك ما تكونش وقعت فيها، ولو وقعت فيها فاسمع لآخر الفيديو أنا هاقول لك إزاي تخرج منها، وإن شاء الله تخرج منها سليم. في نوعين من الناس، النوع الأول اللي بيخاف من الديون، وأنا باحييه وباشكره وباقول له فعلًا الديون تخوّف، وفي النوع التاني، النوع اللي ما بيخافش من الديون. طيب إيه هي الديون الأول؟ الديون إنك تستلف. طيب إيه أنواع الديون؟ إيه أنواع السُلَف دي؟ الديون يا إما ذكية أو ديون غبية. الديون الذكية إنك راجل تاجر، راجل عندك استثمار، راجل عندك مشروع تجاري بيحقق لك إيرادات وبيحقق لك مبيعات كويسة وبيحقق لك أرباح، فبالتالي أنت راجل عايز تزوّد رأس مالك فبتستلف، بتتداين عشان خاطر تكبّر شغلك في السوق وتكسب أكتر وتعرف تسدد الديون اللي عليك، فأنت بالتالي أكيد هيكون عندك خطة واضحة للسداد وللجدولة بتاعة الدين ده. أنا باحييك إن أنت عندك خطة، وباقول لك ربنا يكرمك إن شاء الله وتسدد اللي عليك. النوع التاني اللي هو الديون الغبية. الديون الغبية دي اللي إحنا بنستلفها عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر نلبي رغبات وإشباع رغبات، حاجات ما لهاش أي لازمة في الوقت الحالي. أنا باستلف عشان خاطر أغيّر تليفوني، أنا باستلف عشان خاطر أغيّر اللابتوب بتاعي، أنا باستلف عشان خاطر أتفسّح أنا وعيالي، الحاجات دي كلّها بتندرج تحت قسم الديون الغبية. طيب الديون زي ما قُلت لك هي فخ، هي دوّامة، أنت بتدخل فيها وبتفضل كده إيه، تغوص في الدوّامة دي وربنا يستر وتطلع منها سليم. طيب إمتى أعرف إن الدين ده فخ؟ إمتى أعرف إن أنا وقعت في الفخ ده؟ لمّا تلاقي نَفْسك إنّك بتستلف ومش عارف هتسدّد منين، ما عندكش خطة واضحة، عندك جدول زمني معلوم ومعروف وهتقدر تلتزم بيه عشان خاطر تسدّد الدين ده، لمّا تلاقي نَفْسك إنّك بتاخُد من كل واحد كل شهر فلوس عشان خاطر تسدّد الواحد التاني اللي أنت مستلف منّه الأولاني، طيب أنت بتاخُد من هنا وتسدّد لهنا، فبالتالي أنت بتطوّل المدة بتاعتك في سداد الديون. أنت بتطوّل التزاماتك وبتطوّل الوقت اللي هتخرج منّه من الدوّامة دي، لإن كل ما أنت الديون بتاعتك بتزيد، فأنت بتغطس أكتر في الدوّامة، فأنت بتغوص أكتر في الدوّامة دي، وبيبقى خروجك منها محتاج وقت أطول. الديون الغبية هي كارثة وفخ ودوّامة، ابعد عنها على قدر المستطاع، يعني على قد ما تقدر ابعد عن الديون دي كلّها. طيب لا قدّر الله أنا وقعت في الفخ ده، قُل لي أعمل إيه؟ الديون ليها طريقة تعامل وبيسموها جدولة، جدولة الديون، ده المصطلح اللي بيستخدمه البنوك، اللي بيستخدمه المحاسبين، اللي بيستخدمه أي حد بيتعامل مع الديون والفلوس. زي ما قُلت لك الوعي المالي هو إنك تبقى عارف تتعامل مع الفلوس إزاي. أنا مش باطلب منك إنك تبقى محاسب، أنا مش باطلب منك إنك تبقى خبير مالي، لكن لازم يكون عندك الوعي المالي. طيب إيه الوعي اللي أنا هاتعامل بيه مع الديون؟ أول حاجة لازم الديون دي تتكتب، لازم يكون عندك كده دفتر صغير على تليفونك بقى، على دفتر، على أيًا كان، لازم يكون عندك جدول واضح وجدول صحيح وواقعي للدين بتاعك. الجدول ده فيه مجموع الديون بتاعتك، والجزء التاني مجموع مصروفاتك أو البنود بتاعة مصروفاتك، والنوع الجدول ده مقسّم لكذا جزء، في جزء مجموع الديون والتواريخ بتاعتها، هاسدد إمتى، آخر ميعاد للسداد إمتى، من مين، الراجل ده يقدر يصبر عليك والّا لأ، لو لا قدّر الله حصل ظرف طارئ وما قدرتش تسدد اللي عليك، طيب الراجل ده مش هيقدر يصبر عليَّ، المؤسسة دي مش هتقدر تصبر عليَّ، العواقب بتاعتها إيه، الفوايد بتاعتها إيه، الحاجات دي كلّها لازم تكون موجودة قدّام عينيك، ما تعتمدش على الذاكرة في الديون. اعتمدت على الذاكرة في الديون، أنت كده يا صديقي على طول، طبعًا أنت فاهم أنا قصدي إيه، أنت كده وقعت في الدوّامة.
أنت كده اتسحبت وورّطت نَفْسك وأنت ما عندكش خطة خروج آمن. لازم تكتب وما تعتمدش على الذاكرة خصوصًا في الديون. الجزء التاني من الجدول ده لازم يكون فيه البنود بتاعة مصروفات. أنت المصروفات بتاعتك كام بند؟ تقدر تستغنى عن كام بند فيهم؟ طيب لو لا قدّر الله حصل طوارئ، طب لو مثلًا فرضنا إن في مناسبة جاية، في مناسبة زمنية زي مثلًا شهر رمضان داخل عليك، هتعمل إيه؟ طيب داخل أعياد، داخل أجازات، هتعمل إيه؟ فالمصروفات بتاعتنا البنود بتاعتها بتختلف، أيام المدارس حاجة، وأيام الصيف حاجة، وأيام الأجازات، وأيام رمضان، وأيام الأعياد، في مناسبات. هل أنت عندك وعي للحاجات دي كلها؟ والجزء التالت هو الجزء بتاع الدخل بتاعك، كام بند؟ غالبًا هو بند واحد اللي هو مرتبك، مرتبك اللي هو بيخش لك رقم معلوم محدود معروف. طيب أنت هتجدول قد إيه؟ أنت المدة الزمنية بتاعة الديون دي نسبتها قد إيه في السداد من المرتب بتاعك؟ لو فرضنا إن مرتبك 1000 جنيه والديون بتاعتك 1000 جنيه زيهم، طيب أنت هتسدد 10% كل شهر، يعني أنت هتاخد مثلًا 100 جنيه من المرتب بتاعك عشان خاطر إن أنت تسدد الديون دي. طيب ال100 جنيه اللي أنت خدتها دي هتأثّر على أي بند من بنود مصروفاتك. لازم يكون عندك خطة واضحة. لو جيت تخيّلت معايا كده خط الأعداد، نُصّه صفر والناحية اليمين الموجب، موجب 1، موجب 2، موجب 3، والناحية الشمال هو -1، -2، -3. تخيّل معايا كده النقطة الصفرية اللي المحاسبين بيقولوا عليها نقطة التعادل. نقطة التعادل دي اللي هي الbreak even. الbreak even اللي هو أنا لا باخسر ولا باكسب، أنا يا دوب الدخل بتاعي على قد المصروفات، على قد التكلفة بتاعتي. كل ما أنت بتتحرك على خط الأعداد ناحية الموجب، فأنت بتأمِّن نفسك، وبالتالي أنت راجل في أمان. بتزوّد حتى لو كان المبلغ قليل، لو كانت الخطوة بسيطة، بس اسمك بتمشي في الاتجاه الموجب. طيب الديون بتعمل فيك إيه؟ الديون بترجّعك لورا. خطوة، خطوتين، 3 خطوات. طيب أنت دلوقتي واقف في الصفر، مرتبك 1000 جنيه، يا دوب النقطة الصفرية نقطة التعادل، مرتبك مصروفاتك قد إيراداتك، اللي هو مصروفاتك قد الدخل بتاعك، بلاش الإيرادات المصطلح ده تجاري شوية معلش، لكن الدخل بتاعك قد المصروفات بتاعتك، فبالتالي أنت مش مستحمل 100 جنيه زيادة لا تدخرها ولا تدفعها ديون. طب لو فرضنا إن أنت جيت على بند من بنود مصروفاتك، خلاص أنا هاجي على بند، البند ده ب100 جنيه هاقدر أحوّشه إن أنا أسدد بيه المصروفات بتاعتي، أو هاسدد بيه الديون بتاعتي. خلاص، يعني أنت عندك 10 شهور، أنت عندك 10 خطوات لورا، لازم تتخطى كل خطوة كل شهر عشان توصل لنقطة التعادل مرّة تانية. خُد بالك من الحتّة دي، قبل ما تستلف لازم يكون عندك خط الأعداد قدّام عينيك. أنا نسبة الدين ده نسبته قد إيه من مرتبي، نسبة السداد نسبتها قد إيه من مرتبي، الوقت الزمني أنا هاتخطاه في قد إيه. لو فرضنا زي ما المثال بتاعنا 10 شهور، فأنت بالتالي ال10 شهور دول عشان ترجع لنقطة الصفر من تاني، وبعد نقطة الصفر لازم تلتزم كأنك بالضبط زي ما أنت التزمت في الديون عشان ما تكررهاش تاني. لازم تلتزم بال10% دي إن هي تروح ناحية اليمين. اللي هو أنت تنُط خطوة وتتخطى خطوة تانية وتروح لخطوة تالتة، 10%، 10%، 10%. ما أنت قدرت إن أنت قلّلت مصروفاتك أهو لمّا اتداينت، صح؟ يبقى أنت لازم يكون عندك وعي بالدين اللي أنت بتاخده، لازم يكون عندك وعي مالي، ولازم تكون ملتزم، ولازم إن هو أنت ما تورّطش نَفْسك الورطة دي. أنت بتزنق نفسك في الفلوس وبتزنق نفسك في المصاريف، من أجل الدين، لكن طيب بعد ما تسدد الدين، ليه لمّا بتيجي تقول أنا عايز أحوّش ما بتحوّشش؟ طب ما أنت بتسدد الديون أهو. طيب لو ما عرفتش تسدد الديون، أنت كده خلاص دخلت الدوّامة وما عندكش الجدول اللي أنا قُلت لك عليه، وما عندكش خطة واضحة، فبالتالي لو لا قدّر الله مثلًا الديون دي فيها فوايد والّا حاجة، فبالتالي أنت بتزوّد الأعباء بتاعتك المالية، فهتيجي على بنود من المصروفات. البنود دي ممكن ما تكونش مصاريف نثرية، ممكن تكون مصاريف أساسية، فأنت كده
بتورّط نَفْسك توريطة صعب جدًا إنّك تخرج منها، وما حدّش هييجي ينقذك. اللي هييجي ينقذك مرّة مش هينقذك التانية لو لقاك راجل مستهتر، ولو لقاك حد بيستسهل الدين وعادي جدًا ما عندوش أي مشكلة. اللي قبلنا قالوا إن الديون دي هَم بالليل ومَذَلّة بالنهار، وهُم فعلًا صدقوا. مَذَلّة بالنهار إنّك طول النهار إن مَذَلّة بالنهار إن هو أنت طول النهار بتلِف على شغلك بتاكل عيشك. مَذَلّة بالنهار اللي هو أنت على طول في دوامة الشغل من أجل الديون، فأنت بتعمل أي حاجة عشان خاطر تجيب بيها فلوس، فده في حد ذاته ذُل. إنّك تعمل أي شيء من أجل الفلوس ده ذُل مش عِزّة، وأنت أعَز من كده وأنت أكرم من كده. والهَم بالليل عشان خاطر هو ما بينيّمكش من التفكير. ده لو فرضنا إن الحمد لله إحنا ناس أسوياء، ناس نعرف ربنا وعندنا نيّة السداد، فبالتالي أنت مش هتنام، عايز تسدد اللي عليك. ولو بقى فرضنا إن الراجل اللي إحنا اتدايننا منّه ده أو المؤسسة دي كل شوية تليفونات، كل شوية تفكّرنا بالميعاد، كل شوية رسايل عشان خاطر ميعاد السداد، فليه كل ده؟ إحنا في غنى عن كل ده، خصوصًا لو كانت الديون من النوع الديون الغبية. ابعد عن الديون دي كلّها. وده بينقلنا لنقطة تانية. فزي ما قُلت لك لازم يكون عندك خطة واضحة، لازم تكتب كل حاجة، لازم يكون عندك دفتر كده أو حتى في الnotes بتاعة التليفون بتاعتك، لازم تحط الجدول ده. مصروفاتك إيه هي، البنود، الطوارئ اللي ممكن تكون طوارئ مثلًا شهر رمضان، ممكن يكون آآ فأنت لازم يكون عندك جدول واضح وصريح وواقعي لسداد الديون. بدون الجدول ده أنت في خطر، مش هتقدر تأمِّن مستقبلك، مش هتقدر تعمل حاجة كويسة لمستقبلك، مش هترتقي خطوة في الوعي المالي اللي عندك، مش هترتقي خطوة في الوعي المالي اللي المفروض يكون عندك إنك تتعامل مع الفلوس إزاي. وبعد كده هنفضل نشتكي من الفقر، هنفضل نشتكي من العَوَز، وهنفضل نشتكي من الحاجة، ومش هنقدر نلبّي احتياجاتنا ولا حتى رغباتنا طالما ما عندناش وعي. أنا باعتذر لك لو كنت طوّلت عليك، وأتمنى إنك تكون استفدت، وأتمنى أكتر إنك تبعد عن الديون على قدر المستطاع. لبّي احتياجاتك ولبّي رغباتك على قد الدخل بتاعك بالضبط. أنا عندي إنك تُقف في النقطة الصفرية لا كسبان ولا خسران، ولا إنك تكون عايش بالسالب. تعيش بالسالب وتعيش بالدين دي كارثة. المستقبل بتاعها مش واضح، الدنيا ضلمة، فابعد عن الحاجات دي كلّها، خلّيك في النور وربنا ينوّر لك طريقك. باعتذر لك مرّة تانية لو كنت طوّلت عليك، وباشكر لكل الناس اللي دعّمت الفيديوهات، وكل الناس اللي اتفرّجت على الفيديوهات، وحتى الناس اللي قالت ملاحظات أنا باشكرها جدًا. واعذروني أنا لسه جديد في التصوير ولسه جديد في التسجيل، فاعذروني واعذروا الجودة، سواء كانت الجودة في الصوت أو الجودة في التصوير. فإن شاء الله أنا كمان في رحلة الوعي ورحلة التعلُّم في التصوير والحاجة دي والسوشيال ميديا والحاجات دي كلّها. فأنا باشكركم، وإن شاء الله بإذن الله نتقابل في حلقة جاية ووعي مالي جديد، وإن شاء الله ربنا ينوّر حياتكم. سلام عليكم.